لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورضي الله عن جملة أصحابه الطيبين، ثم أما بعد. إخوتي الكرام، ومما كيدت به أمة الإسلام كيدا غريبا عجيبا أسقط كثيرا من هيبتها وجعلها كأنها تستجدي مواقف العزة والكرامة بعد أن كانت على سدتها. أعظم أسباب ما كيدت به هذه الأمة المباركة، من أعظم ما كيدت به نشر التبرج في نسائها، وهذا من باب دروس ومكروا مكرا كبارا. من أعظم ما مكر بهذه الأمة وكيدت به وأسقطت هذه السقطة المريبة العظيمة المهيلة، أسقطت كثيرا من عز هذه الأمة وجليلا من مهابتها، وجعلت رجالها وشبابها يلهثون وراء المتبرجات، ولم ينتبهوا إلى مصالح الأمة ولا إلى رفعتها. وكيدت الأمة بالكيد الشيطاني العجيب أن نزع المرأة المسلمة من عظيم وظيفتها، وهي كونها أما مربية تغرس في قلوب أبنائها وأبناء أبنائها الرجولة والشماخة والعز، ذلك الذي كنا قد سمعنا مثله وأشباهه في المرأة المسلمة الأولى التي ما كان الشارع يعرفها ولا الشمس ضياؤها تنزل عليها في غالب حياتها، إنما هي قريرة البيت، لا تعرف عملا ولا تعليما ولا معاهد ولا جامعات. يزعمون زورا وبهتانا أنها تتعلم بسببه، ولا أظن أنها تعلمت في هذه الجامعات وهذه المعاهد والكليات شيئا بقدر ما تعلمت كيف تكون حربا على الإسلام، كيف لا تكون نصرة لهذا الدين، كيف تكون معولا لهدم جانب عظيم من ركائز هذه الأمة. وانظروا إلى الجامعيات وصاحبات المعاهد والدبلومات مثلا، بل والثانوي، بل والله يأخذها كده من الإعدادي وانت طالع، تجد مسائل هن معذورات إلى حد ما، ولكن من قام على تنشئة هذه الأجيال أنا لا أدري والله له عذرا عند الله يوم القيامة. كيف سيلقى الله عز وجل، وما حجته عند الله عز وجل في هذه المناهج التي لا تربي لا رجالا ولا نساء، لا شبابا ولا فتيات؟ ما حجتهم عند الله عز وجل إذا قيل لهم يوم القيامة أنفقتم أعمار هؤلاء أبناء الإسلام على أي شيء علمتموهم؟ على أي شيء؟ بأي شيء نصحتموهم؟ على أي فضيلة وجهتموهم؟ ما حجتهم؟ يعني أنت خليك مكانهم، إيه الحجة اللي ممكن يعني يدفعونها بين يدي المسألة يوم القيامة إذا سألهم الله عز وجل ما هذا الذي نشأ في هذه الأمة بسبب ما قد قدمتم لأبناء المسلمين وبناتهم؟ أنا لا أرى لهم عذرا أي حجة يدلون بها أمام الله عز وجل يوم القيامة.
يعني هيقول له علمتها ايه؟ هيقول له ايه؟ انجليزي وفيزياء وكيمياء واحياء وفلسفة وعلم نفس مش كده برضه؟ واجتماع وما شابه. يقول لهم رب العالمين: أين نصيب الدين مما علمتموه لأبناء المسلمين؟ ماذا يكون ردهم إذا سألهم الله عز وجل: هل نصحتموهم بتوحيدي الذي هو قصدي من العبيد وحقي عند كل عبد؟ أما سمعتم بحديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردفه مركبه وراه، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، رجالهم يعني ونسائهم، شبابهم وفتياتهم، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. فإذا سألهم الله عز وجل: هل علمتم عبادي مقاصد توحيدي ومضاد ذلك من الشركيات الواقعة التي يقع فيها العباد؟ ماذا سيقول هؤلاء الذين وجهوا هذه الجماهير العريضة من الأمة من شرقها إلى غربها؟ على فكرة مش مصر بس، لا لا لا، من الشرق إلى الغرب، جميع المسؤولين عن تربية هذه الأجيال، ما حجتهم؟ إذا سألهم الله عز وجل عن هل ربيتم عبادي رجالا ونساء شبابا وفتيات على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لسننه، وقد علم القاصي والداني، العالم والجاهل من هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف نسأل عنه في قبورنا، وأننا نحتاج إلى شفاعته يوم جمعنا وحشرنا، وأننا جميعا نحتاج إلى أن نشرب من يده يوم العطش الأعظم على حوضه صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن ممتثلا سننه فلن يجيب في قبره، ولن تنفعه شفاعته ولا تدركه، ولن يشرب من حوضه. هذه الجماهير العريضة من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، من وجهها إلى محبة هذا النبي الأمين؟ من؟ ومن ألزمها سننه، ووالله لا نجاة إلا في اتباع سننه. من؟ يا إخوة الكرام، إن من أعظم ما كيدت به هذه الأمة، أنا لا أتكلم عن المناهج وهي والله من أعظم ما كيدت به هذه الأمة، ولكن التبرج الذي لازم هذا التعليم، لازمه. الآن انظر إلى جميع الطالبات في الابتدائي والإعدادي تقريبا، وغالبهن في الثانوي والمراحل الثانوية، وغالبهن في الكليات، الجميع إلا من رحم الله عز وجل يرتدين البنطال، وهذا لعمر الله مذموم من جهات كثيرة، وملعونة من لبسته. طبعا وهذه اللعنة لا تقتصر عليها، إنما تعم وليها وتعم أمها وتعم أخوتها وتعم من وافق على ذلك، وأخشى أن تعم مشايخ المساجد الذين رأوا ولم ينكروا ولم يقوموا لله بحق في هذه المسألة من أمر بمعروف ونهي عن منكر ودفع باطل وكسر حاجز هذا الرغام يعني زي ما يكون تراب وعفرة كده، هذا الذي أصاب الأمة بأسرها. وعلماء الدين ووعاظ المساجد إن لم يقوموا بدورهم
فقل على الدنيا السلام، وكبر 4 على أمة لم تجد من يصب عليها ماء الحياة. ماء الحياة في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا والله أعظم أسباب بقاء هذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أن يسكت أيضا المشايخ هذا ما ينبغي. البنطال الذي صار ثوب المرأة الشابة وغير الشابة، تلاقيها امرأة عجوز في المدن وغير المدن، عندها لقد بلغت أكثر من 50 سنة ولسه لابسة بنطلون وعليه بلوز ومشي تتشدق. ما بقي لك أنت من دنياك؟ ما بقي لك؟ أعذرك والله، ولكن عذري لا ينفعك. أعذرك، ما قام لتوجيهك إعلام ولا تعليم ولا مسجد ولا جرائد ولا مجلات ولا والد ولا زوج ولا ولد ولا شيخ، ولكن هل هذا ينفعك ويكون عذرا لك عند الله عز وجل؟ أنت تجمعين هؤلاء جميعا معك في سلة الاتهامات يوم الدين، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الله تبارك وتعالى عن تقسيم هذه المحامل: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أنا عايزك تنتبه جدا، لأن المسألة دي مسانا جميعا، كلنا عندنا نساء. ووالله من يأذن لامرأة بنتا، يأذن لبنت أو زوجة أو أخت أو قريبة له عليها سلطان، أو امرأة يستطيع أن يأمرها وينهاها ولو كانت غير قريبة، أنت مسؤول يوم القيامة عنها. أنا والله لا أجاملك، وما آتي لأجامل أحدا ولا لأخاف أحدا، إنما أسأل الله تعالى أن يجعل نيتي خالصة لوجهه، ترجو رحمته وتخشى عذابه فقط فقط. وإن البنطال صاحبته ملعونة، وكل من سمعت له نصيب من اللعن إذ مكن لها، ذلك أنها لبسة الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة النساء، وهي تتشبه به، وهذا من أعظم أسباب لعنها. مرأة ساعات بتلبس بدلة كاملة، إيه اللي يمنع يعني؟ ما خلاص الدنيا راحت، ولا موقف لهذا السيل الجارف وهذا الطوفان النتن. يا ليته طوفان من ماء السماء، ولكنه لا والله من بالوعات الصرف. المرأة التي تخرج متبرجة هي أسوأ على الأمة من تلك المجاري التي تضيع معها الروائح الزكية وتأنف منها الأنوف الأبية. مرأة النهاردة تخرج تلبس البنطال، تتشبه بالرجال. أما علمت هذه ولا علم وليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ملعونات ملعونات. ثم إنها بعد ذلك تتشبه بالكافرة وتلبس ثياب الكافرات، وهذا والله لا ينبغي لها. تلبس البنطلون الجينز النهارده والله تستحي أن تنظر لها، والله تجبرك ولو لم تكن تقيا أن تغض طرفك.
وهي لا تأبى، ولا وليها النذل يأبى. النذل، ألا يرى كيف تكون أفخذ ابنته أو وليته؟ ألا يرى إلية ابنتيه، إليتي ابنته يعني تترادفان في الطريق، أليس عنده أدنى حياء؟ ألا يرى عورتها المغلظة؟ وقد كادت وكادت. ألا يرى؟ الواحد منا يستحي أن يتكلم، والرجل منا غاية الحرج في أن يسمع. أما كان هذا الديوث الذي أخشى أن لا يدخل الجنة ولا يريح رائحتها، ألا يخشى أن يقال له يوم القيامة هل لم تر ابنتك ولم تر وليتك؟ ما حجته عند الله عز وجل يوم القيامة؟ ما حجته؟ لعلك تجد الرجل يصلي في المساجد ويصوم ويتحرى أعمال الخير، ولعله يحج بيت الله عز وجل، ولا يأبه لنسائه كيف يخرجن، لا يأبه، متبرجات، متعطرات، متزينات. والله العظيم بعض البنات الجامعيات يخرجن ولا كأنهن عروس، كأنهن عرائس خرج مالك، وجهها يلمع، أعينها محشوة من هذه البلايا الجديدة، وشفاهها حمراء، وقد لونت وجهها وضاق ثوبها وفاح عطرها. وأيما امرأة تعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الكرام، ناهيك عن مثالب التبرج وهي عديدة، وقد أخذت بالأمة إلى الحطيط. قلت لك قد انشغل الرجال والشباب الذين هم عصب هذه الأمة بالغادية والرائحة. وصار سوق النساء في تدني. والله يا اخوان، شايف النساء على كثرتهن؟ لا، وجمالهن وبروزهن وظهورهن وتجملهن، وجميع الشباب لا يرغب فيهن أن يقترنوا بهن كزوجات. لا لا لا، يقول لا، عايز حاجة نظيفة، عايز حاجة نظيفة. طب وامال عمالة تتجمل لمين دي؟ يقول انت ما تعرفش حاجة. والله كنا مرة بعض الشباب بيقول يعني ما تعرف ليش واحدة، فقلت له فلانة. أنا كان ظني إن يعني انتخبت له، غربلت المكان فقلت هذه. قال انت باين عليك انت آخرك المسجد، انت ما تعرفش حاجة. قال لي انت ما تعرفش حاجة، انت تسكت. قلت له حاضر، فهمت طبعا. ولما يحتار الشاب مع كثرة البنات، وعمال كل بلد مليئة بالبنات، وكل واحد يتصل بيك يقول لك ما عندكش أخت كده تكون تتقي الله فيا؟ وكل المسافة اللي بيني وبينك ديت ما عندكش حد كده تقدر تنتخبه؟ ده يعني يخرجن متجملات متبذلات مسرفات على أنفسهن في معصية الله رب العالمين لتحلو في أعين الآخرين محلا. قال كل ده فساد. أنا لا أأتمن واحدة من هؤلاء النسوة. زمان يعني في عز أيام مبارك اللي كان الكل كرهها، المرأة كانت إذا أرادت أن تتزوج تنتقب. ولا أنا غلطان؟ الفتاة أول ما تحب تتجوز وأهلها يجوزوها يقول لها بس نقاب، بس نقاب.
عشان يعني واحد يمتص في عينه كده ياخدك. وكان تحت النقاب مشاكل، ومع ذلك اهي كانت مستورة عننا. الآن أين ذهب النقاب؟ أين ذهب الحجاب؟ مع كونه والله حجاب الشيطان. التحجيبة الصغيرة اللي بتعملها ديت ومقتنعة ان هي بتلبسها، خد بالك برضو على بلوزة وبنطلون، ما يمنعش طبعا. يعني أنا من أعجب ما سمعت، كان بعض أقاربي ينعون فتاة جامعية كانت في كلية الطب، طبعا أبوها أستاذ دكتور وأمها كذلك، والبنت داخل الطب برضه، طبعا أستاذ دكتور في الطب وأمها كذلك، وعندهم بنت برضه بقت يعني في تانية طب. فالبنت الظاهر حد قال لها يا بنتك اللي انت بتلبسوه ده غلط، فاستأذنت أمها إنها تلبس الطرحة. قالت لها أنت عايزة تتحجبي طرحة بس على نفس الهدوم، فأنت عايزة تتحجبي؟ ها؟ ممنوع الكلام ده. احنا ما هي إلا أيام وصدمت فماتت. سيارة ماتت البنت، وما عملها تبكي ليه؟ زعلانة قوي كده ليه؟ قالت الله يرحمها كانت عايزة تلبس طرحة وأنا منعتها، كان نفسي يا ريت إنها ماتت وهي عليها الطرحة. طبعا كل هذا فساد، حتى لو كانت لابسة طرحة. ما الذي كان يغني عنها من الله شيئا لبسها الطرحة؟ حتى أولئك المنتقبات، والله لو كان الأمر إلى أهل العلم لأدبوا كثيرا من المنتقبات، إن لبسهن يحتاج إلى تعديل عظيم. وكم من منتقبة لا تصلي ولا تأبه أن تصلي. يا جماعة الدين مش كده خالص، لكننا نعالج هذه المثلبة التي أسقطت مهابة هذه الأمة. اي والله الأمة كانت غاية ما في عز هذه الأمة نساء، اي والله بقول لك غاية نساء أنجبن أبطالا. النهاردة الأمة بتنجب ايه؟ أي أم النهاردة ايه همها في ابناتها؟ طب يا ريت امال حتى تراعيه، إنها منشغلة بهواتفها واتصالاتها، تقعد بالساعات على الهاتف ناهيك على الأجهزة الأخرى. وهذا لعمر الله لا يقيم وأد أمة ترجو أن تنافس الأمم في بقائها وعزها وتقدمها. مستحيل على أمة هذا حال نسائها أن تتقدم خطوة للأمام. وقد علم الجميع أن خروج المرأة من بيتها مجرد الخروج ولو منتقبة، ودوامة الخروج والذهاب والإياب إلى العمل وما شابه، قد علم الجميع ما في مفاسد هذه المسألة، مفاسد عريضة، والجميع ساكت. التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة لمحاسنها، وكل تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الأجانب، حتى القناع الذي تستر به المرأة وجهها إن انتخب من الألوان البارقة والشكل الجذاب لكي تلذ به أعين الناظرين، فهو من مظاهر تبرج الجاهلية. والله في نقبة هي أفتن من عدمها، أفتن من عدمها. الحمد لله. ومن مثالب التبرج أنه يا معشر الكرام معصية لله ولرسوله، مضاد لأمر الله عز وجل. فالله عز وجل أمر في لبس المرأة ونهى، فقال في أمره وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وإن من أشد الأقوال ضررا على هذه الأمة قول القائل الوجه والكفين، ما ظهر منها الوجه والكفين.
إن الذي قال هذه المقولة ونصرها رحمة الله على علماء الأمة إنما فتح الباب للمرأة أن تظهر ما فوق ذلك وما دون ذلك وما حول ذلك وما بعد ذلك. والأصل في المرأة التجلبب. قال الله تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين. قال الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخذ ثوبه ورفعه على وجهه وأظهر عينا واحدة وقال هذا هو الجلباب. السربال الذي تلبسه المرأة فإن وقفت وقامت لا يدرى قادمة أم آيبة، ذاهبة أم آتية. اللي بيسموها أهل النفاق وأهل السب والشتم الخيمة. احنا عايزين الخيمة دي، لأنه من شروط الثوب الذي يجيزه الله عز وجل ويجبر به الأمة أن تكون أمته متجلببة. من شروطه ألا يصف ولا يشف، لا يصف حجم عظام المرأة ولا يشف عما تحته من ثياب. حتى النهاردة في عبايات كده تهبلك، العباية ظاهرها انها شفافة وضيقة وتحس كده ان في تحتها غلالة، وهي ابدا نفس القماشة، بس هم عاملينها كده علشان يعني موهنا عليك، ضحكنا عليك. لا لا لا، هي العباية منها فيه. ايه ضمان؟ ايه ضمان؟ ده من اعظم شروط ثوب المرأة المسلمة الا يكون زينة في نفسه. المرأة عايزة تتزين وهي طالعة ليه؟ لمين؟ لأعين الناظرين. أهم شافوك وشبعوا منك وجرفوا منك وبصقوا عليك وما أحبوا أن ينكحوك، يبحثون عن من هي أكرم منك وأثوب منك، يعني صاحبة ثوب. ما الذي ينم عن أخلاق المرأة والرجل؟ إن ظاهر الإنسان ينم عن باطنه. لذا كان الإسلام وكانت السنة بالذات السنة تهتم جدا بالظاهر، لأنه ينم عن الباطن في كل الأحوال عند الرجال وعند النساء. إذا كان ظاهر الرجل زي النهاردة كده، ما غالب الشباب لابسين، ما اقدرش اقول حظاظه، دلوقتي بقت حاجه كده زي السبحه كده، شويه خرز محطوطين كده على في اليمين وفي الشمال. ان ما كان بعد ايام تروا رجالا يلبسون الحلق يبقى لكم حق. موجودين. والبركه طبعا في الاعلام الذي دل الناس على ان يكونوا ضدا وندا للشرع الشريف. أرادك وليا فصرت ضدا وعدوا ينفع؟ أرادك الله سامعا ومطيعا فأبيت. وطبعا إظهار مسائل الإلحاد وبث ذلك يعني في صورة الناقد. ليه يا شباب انتوا بتلحدوا؟ كلمني كده عن ايه فكرك في الإلحاد، وياخد له يفرغ له مساحات. طب أظهر رجلا من أهل السنة، أنا والله لا أرتضي هؤلاء الذين يخرجون يناقشونهم، فيه من المنوعة والنعومة والسهولة والتيسر ما يؤيد مواقف هؤلاء ويدعمهم ويجعلهم يغلبونهم عن عمد يفعلون، لكن يبرزون لهم. أنا لا أقول أسدا
يبرزون لهم رجلا من رجالات السنة؟ لا طبعا. والعالم كله مصر على ذلك، والعالم كله قرية واحدة كله. الرجل الذي كان يغلب كل أحد ويناظر كل أحد الآن مطلوب في كل الدول، يريدونه يعني أن يسكت ولا يحاجج، لأن من قام بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يريدون إسكات صوت الله أبدا، وإسكات كل صوت يريد أن يظهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويحاجج بالتي هي أحسن. يقول لك لا. والدكتور ذاكر حفظه الله تعالى، انتوا عارفين بيقولوا يعني بجملة، مش عنه شخصا، لا لا لا، بجملة ما يقال في هذه المسائل يقال عنه أنه من إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تعد كرامات أولياء هذه الأمة إلى يوم القيامة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ والله ما أيدهم الله عز وجل بهذا التأييد إلا لحسن متابعتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولحفظهم لكتابه الذي نزل عليه ولسنته التي قام بها صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا أمر الله تعالى. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لماذا لم يقل والنساء المؤمنات؟ لأن كل رجل مؤمن وجب أن يقوم على نسائه يلزمهن الحجاب، أطعن أم أبين، شئن أم أبين. لذا نسب النساء إلى الرجال. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة الكاملة الثوب لا يؤذيها الفساق، لا يؤذيها الفساق. وعلى فكرة أقول للمرأة العربية بالذات العربية، إن كنت مسلمة فهذه الآيات بلسانك ونزلت ببيانك، وأنت أبيتي أبشري بالذي يسوءك. لقد قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. انظري إلى الكوسفيات وإلى الشيشانيات وانظري إلى الفلبينيات، وقد جاءت الصور تترى، النساء متسترات لا يرى منهن شيء. في صورة أنا مشارك عليها للفلبينيات وهن جمع كثير يترنمن بمنظومة تحفة الأطفال في التجويد كلهن، ووالله لعلك لا تكاد ترى عينا. وخلي الحلوة بنطلون مقطع لأهلها، خلي الحلوة اللي ماشية النهاردة فردة يمين وفردة شمال خليها على جانب. تفضلي افسدي كما تريدين، وليقرك على ذلك من أقرك، وغدا تموتين وتقولين يا ليتني قدمت لحياتي، وتقولين يا ليتني التزمت سورة النور وسورة الأحزاب، على ما فيهما من توجيهات من أعظم التوجيهات لتربية النساء. فإذا أبت المرأة فقد عصت. التبرج معصية لله ورسوله، وقد نهى ربنا عز وجل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أقول لربي تبارك وتعالى جل ذكرك ولا إله غيرك: أقسم بك وأنت المعظم وأنت المجل أنت الجليل الكبير أن تبرج نسائنا أشد. كمل.
من تبرج الجاهلية الأولى. أنت معايا ولا قاعد سامعني وخلاص؟ عايزك تشغل دماغك معايا. هل تبرج نساء زماننا كتبرج النساء في الجاهلية الأولى أو أشد؟ أشد والله، أشد والله. وأحوالنا حتى رجالنا في عدم الغيرة ده كان مما يميز الجاهلية الأولى الغيرة. كان من أعظم مميزاتها ومن أعظم شيم العرب الأوائل الغيرة. لقد قامت الحروب بال40 سنة لأن بعض الشباب تعرضوا لبعض الفتيات. فقامت الحروب بين العرب، وما أطولها وما أكثر ذكرها وما أكثر ذكرها. واعلموا يا معشر الرجال والنساء أنه من عصى الله ورسوله فلن يضر الله شيئا، إنما يضر إيه؟ نفسه. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. الحمد لله رب العالمين. التبرج كبيرة موبقة، لحديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. ده كان من ضمن المبايعات التي بايعها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. دي بقى النوح وعدم التبرج، هذا المعروف الذي لا يجب أن يعصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يجب ألا يعصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل الباقي في قوله: ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهذا حديث هذه المباركة أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إسناده صحيح. والتبرج يوجب اللعن، اللي رايح يلعنها واللي جاي يلعنها. أنا أنبه: ومن الجائز أن تلعنها وأن تلعن القائم على أمرها، لأنها فتنة يا إخوانا، فتنة. تعرف في بعض الآباء كده وبعض الأمهات ساعات بيلطف بنته، يقول لها: يا بنت ما حدش قال لك كلمة حلوة كده في السكة، وعايزها تجح في جرابيس حد وخلاص، ما حدش أعجب بيكي كده قال لك كلمة كده. شفت احنا أخلاقنا كم تنزلت. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، أنا بقول الكلام ده طبعا لأن بقول لك إيه، يوجب لعنها ويجوز لعن القائم على أمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فإنهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. انتهى من كتاب تنوير الحوالك، وانظر نيل الأوطار. يعني كتب أهل الإسلام أخرجت هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العنوهن فإنهن ملعونات. طيب، إنهن ملعونات، من لعنها أولا وإحنا بعدين نلعنها؟ أما والله لقد لعنها الله وملائكته وسائر خلقه. تمشي تظن أنها ذات قيمة وهي عند الله ملعونة، ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون هنا إذا لعن الله شيئا فكل شيء يلعنه، كل شيء، والله حتى الحجارة، حتى الحجارة. إذا كانت الأسماك والحجارة والأشجار تستغفر لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك من لم يوصل رسالة الله تعالى وهو قادر على ذلك، أو تلك التي تدعو إلى التبرج والسفور وأن تلفت أنظار الناس إليها، ثم هي جرثومة خطيرة يا ولدي، والله جرثومة خطيرة. كل واحدة لا عقل لها عايزة تشبهها، وخلاص انتشرت المسألة. حتى تقول لبعض البنات كده الصغيرات: يا بنت البسي عباية، تقول: عباية وانا طالعة؟ ده كلام؟ العباية دي في البيت بس. طب وانت طالعة؟ ده في بنطلونات مش جينز، لا مش عارف بيسموها ايه كده، استريتش او شيفون، بيقولوا شيفون، ها، اللي هي يا دوب البنت تلبسها تجي لازقه على جسمها، وشي احمر وشي ازرق وشي ايه يا جماعه؟ اين الام؟ الا تتقي الله في ابنتها؟ وبعدين يقول لك: كثرت حالات الاغتصاب، كثرت حالات الخطف، كثرت حالات التحرش. انتوا هتهبلوا العيال، هتجنوا الشباب دول، يعني انتوا ملبسينها ايه؟ طبعا انتوا ما تفتكروش الكلام ده، احنا ككبار نفتكر الكلام ده. اول حادثة تحرش زمان كانت في ايام مبارك، قديمة كمان، يعني في الثمانينات تقريبا، في 86 87 حاجة زي كده او اقل كمان. ولد مقعد شاف بنت بتركب الاتوبيس ما صبرش، تحرش بها مقعد. انت رايح فين يا عم؟ وبهدلته وببهدلها، والناس لمت والجرايد كتبت وكلام من ده. القاضي يبرئه، فيما اظن الان واذكر ان القاضي برأه. ليه؟ او خفف عليه الحكم جدا بسبب ثيابها. وكان لسه بقى القضاء في زهوته، وكان ساعات كده القضاء القاضي يصدر كده في المنشطات بتاعت الصحافة. وكانت القضية ديت حادثة العتبة، دي كانت مشهورة جدا، احنا ككبار عارفينها. وطبعا 85 86 اظن ان في كثير من الشباب ما كانش لسه اتولد، او يعني كان يبقى في الايه لسه صغير، ما كانش حتى عرف الكلام ده او سمع بيه. حتى مواليد 80 و82 والكلام ده اللي هو المفترض النهارده وصل كذا و40 سنة، يمكن ما سمعش بالكلام ده لصغره.
حادثة العتبة دي كانت حادثة شهيرة، كانت أول مرة، وبعدين كثرت بقى، خلاص بقت الأمور سهلة، وبقت يعني اختطاف ومسائل من إيه؟ كل أم النهاردة مش خايفة على بنتها وهي لابسة، طب مطلعاها بالطريقة ديت، مطلعاها صغيرات يلفتنا النظر، يلفتنا النظر، وطلع بقى لبس جديد خالص طبعا اللي هو الكتافي، بنت بتلبس وحاجة كده يدوب بس الإيه على الكتفين كده زي الفانيلا الحمالات بس عريضة شوية، وباقي الذراع كله ظاهر، كأن الذين يمشون من الرجال لا نظر لهن ولا شهوة لهن ولا اعتبار إطلاقا لرغباتهم، أقصد لا شهوة لهم ولا رغبة لهم ولا اعتبار أبدا لكونهم رجال. إيه يا إخوان انتوا هتعملوا في الناس دي؟ وبعدين يقول لك هو إيه اللي حصل للناس؟ إيه كثرة المشاكل دي كلها؟ يعني الرجل متهم دوما وولي المرأة والله كما قال عمر رضي الله عنه لما علم أن امرأة خرجت تخطر في ثيابها ماشية كده، يعني ايه تتنمق في ثيابها كده، تدلع تتكسر في مشيتها، فعلم بها عمر رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه لئن عادت لشترت بها وبوليها الذي أذن لها. شترت بها يعني جعلتها شهرة من كثرة الضرب والإيذاء والعقوبة. وطبعا الشاهد عندنا يقصد أيضا وليها، لا يدع وليها، إنما وليها من باب أولى أن يؤدب وأن يستد عليه. الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال. الله أكبر. فاكره راجل أنت؟ والله تلاقيه ماشي والتانية جنبه، الناس كلها عينيها عليه طبعا، مش كده؟ عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. بينما رجل يمشي مع امرأته وهو زميل لي إذ قابلني فسلمت عليه، قال سلم على، قال والله ما سلمت عليها لعمل لك الليل. فضلت تضحك، ازاي يا عمي؟ قال سلم عليها. لما يقول بعض أهل العلم الكرام في زماننا هذا حفظهم الله تعالى، قالت له امرأة لماذا لا تأذنون في مصافحة النساء؟ ده تشدد وتنطع واتهام بأن كل حاجة شهوانية عندكم. فتحملها ثم سألها قال أنت ممن يصافح الرجال؟ قالت نعم. قال وزوجك يأذن لك في هذا؟ قالت نعم. قال أستحلفك بالله كل من سلمت عليه كان أمينا في السلام عليك؟ قالت لا والله. أنت بتحلفني؟ ما أقدرش أقول لك بقى لا والله. إن كثيرا منهم كان إذا صافحني عبث في كف يدي. وطبعا هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ وبيضغط عليها ضغطة معينة. إخوة الكرام، إن الذي حرم على الصديق رضي الله عنه، الصديق أبي بكر رضي الله عنه، الذي سينادى من الأبواب 8 من الجنة، والذي حرم على عمر رضي الله عنه وعلى عثمان ذي النورين رضي الله عنه وعلى علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه وزوج ابنته وأبي الحسنين، هو الذي حرم علينا، ما زاد شيء ولا نقص شيء. ألا نحب أن نكون مثلهم؟ يعني هل هذا حرام على هؤلاء الأتقياء الأنقياء الأطهار الذين هم أهل الجنة
بكل دليل، ألا يكن حرام علينا كده؟ طيب، قال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد. والله هذا وصف لنا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. عاملة شعرها كحكة واو لابسه خمار، ايه اللي يمنع يعني؟ وطبعا شعرها بقى راح ايه، وانت عارف انت في كتير بنات تفضل تلف في البتاع عامله ام شيخة العرب، دماغها بقى قد كده. نفس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والا قل لي ما معنى كلمه نبي؟ ما معنى كلمه نبي؟ كان ينبأ باخبار من الغيب. قالت من انبأك هذا؟ ها؟ قال نبأني العليم الخبير. من لوازم كونه نبي أن ينبئنا بما سيأتي بعد، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. حيشوفوا النبأ اللي جاي، لذا سمي نبي. ده الكلام ده عندنا اهو. يبقى الراجل داخل الجامع وتمام التمام ومدخل الحج. والله العظيم كثيرات جدا من النساء التي يدخلن المساجد بتقول للواحدة بس تكشف النقاب تلاقيها متنمصة وحاطة رميل، مع ان مش فاهم يعني رميل، وحاطة بودرة وحاطة احمر ولابسه النقاب برضه، مفيش مشكلة. وساعات الواحدة من دول تسأل بس يا حاج حاضر يا أم، إذا كان عندك سؤال بسألي بعدين صوتك ما يطلع لناش. شوف يا جماعة، الواحدة بتسأل هل ده لا يحل للزوج؟ الله، الواحدة يعني ده لا يحل للزوج؟ طب أنا أسألها التي لا زوج لها بتحطه ليه بقى؟ خلاص أنا دايما ما أحب أسلم، أنا بنغلب على طول، فأحسن الهزيمة أنك تسلم. أنا مسلمه، تحطه للزوج مع إن أنا لا أقبله أبدا، لكن وصدقوني لو حطته مرة ما حطها التانية للزوج، لكن لو طلعة مفيش مشكلة. طب التي لا زوج لها لماذا تتجمل؟ ليكون لها زوج؟ إذن الجميع يخطبها؟ يعني هي تتزين لمن يخطبها؟ كل دول بيخطبوها؟ صدق الشيخ حفظه الله تعالى وأعلى قدره وأحسن خاتمته ورزقه عند الموت شهادة كما يشتهي، صاحب الأربع نسوة الشيخ الشيخ أبو حمزة عبد الرحيم الطحان حفظه الله تعالى، يقول إذا أبدت المرأة وجهها لكل أحد كالبقرة فما مزية الخاطب؟ إيه مزية الخاطب؟ الخاطب أول ما يدخل بيقول له عايز أخطب بنتك، يقول له اتفضل يا ابني، احنا سألنا عنك ارتضيناك، انت الآن نأذن لك انك تدخل. أول ما يعمل إيه؟ الوالد يعمل إيه؟ يكشف عن وجه ابنته ويخلع القفاز من يديها. اتفضل يا ابني، عاين يا ابني، وانظر كما تشتهي. قول لها قوم يا بنت الشاي. ليه؟ يأذن له أن ينظر لها وهي قادمة، يمكن عرجة. وكان لنا زميل زمان يقول أنا نفسي في واحدة عرجة. قال له ليه؟ قال له عشان ما حدش يبص لها. عرجة عندها ليه؟ من غيرته. وصفة الناس النهاردة أنهم ينظرون إلى نساء الأجنبيات وهم عندهم نساء طيبات مباركات، لكن لا يتركه الشيطان أبدا إلا أن ينظر إلى نظرة محرمة. طيب إيه الأفضل الأصل بقى؟ ألا أمكنه من هذا، والأمين مهما بلغت أمانته يخون ولو بنظرة. طب الأولى خاطبها وزوجها ينظر على ما يدعو لنكاحها، كما في حديث جابر وغيره. قال نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. عارف البخاتي اللي هو ايه؟ الجمل ابو سنمين، تلاقيه كده ايه، سنم من هنا وسنم من هنا، عامله لك كده شويه شعر كده، يعني عايزه تقول لك ايه؟ انا غزيره الشعر جدا. طب لمين تقولي كده؟ لخاطبك او لزوجك، في حين ان كثيرات
من المتزوجات لا تهتم بتصفيفة شعرها ولا بجميل تجملها لزوجها. على كل ربنا يسلمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. تعرف ده معناه ايه؟ أن نساءنا يسبين، تكون سبية. وده اللي بيحصل النهاردة، واللي بيحصل في البلاد التي يدخلها الكفار على المسلمين. بيعملوا ايه؟ بيغتصبوا النساء المسلمات ويرموهم عندهم هناك كده. هو ايه اللي حصل في كوسوفا والبلاد الأخرى التي دخلها الصرب؟ دخلت العربيات، شالت الرجال وشالت النساء وشالت الشباب وراحت طالعه بيهم إلى معسكرات، وبالراحة كده قالوا لهم انتوا هتنتقلوا من هنا عشان دائرة الحرب. مسكوا الرجال على معسكرات القتل المباشر واللودرات. روح ادخل على النت واكتب كده الذي حدث لسربينيتا وسربينيتنا تقريبا وكوسوفا والحرب الشعواء اللي كانت في صربيا وتشيكوسلوفاكيا التي فككت، ويوغوسلافيا وهذه الدول التي قطعت. وبعدين أخذوا النساء خلاص لمعسكرات الاغتصاب. ليه ده؟ هذا والله اللي بيحصل مثلا في البلاد دي والبلاد دي واللي بيحصل الآن في البلاد المباركة التي صارت فيها الحروب وما شابه. تأذن للمفاسد أن تدخل ثم تقول نريد أن ننعم. إيه ده؟ مال يأبى الله ذلك، والله يأبى الله ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. تجروا ليه؟ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. اللي حدث في ليبيا واللي حدث في السودان واللي حدث في الصومال واللي حدث والله العظيم من أعظم أسبابه تهتك النساء المسلمات. المرأة تهتكت إذن كثرت الفاحشة على طول كده. المرأة خرجت إذن تكلمت وتكلم إليها وصار احنا كدابين ولا ده ما بيحصلش؟ ما تردوا علي. ايه يا شباب؟ بيحصلش؟ كل واحد فيكم عارف قصص من هذا البلاء. طب لو كانت قريرة البيت ليس معها أجهزة تفسدها ولا تقربها إلى المفاسد. التبرج من صفات أهل النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات لابسة بنطال موضح كل حاجة محجم جسمها تماما، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. هي لما لبست دي التانية لبست زي التالتة الخمسة السبعة العشرة، أمالت غيرها. حتى ان التانيين بيقولوا فيها ايه اللي حصل يعني. طبعا صار سمة العصر، صار سمة العصر. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. هو بدأ الحديث بقال ايه؟ صنفان من أهل النار، وبعدين قال بعد كده ايه؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. مين بقى اللي مستغني عن وليته أن تكون من أهل النار؟ مين كده اللي بيقول ايه ما تروح في 60 والله ما يسيباك. والله لو رضيت أن تكون هي من أهل النار لن تتركك، لا تقولن لله وقد تعلقت في عنقك. سل هذا لماذا لم يمنعني؟
كان يشتري لي الثياب، كان يعطيني المال ويبقى في البيت يقول البس اللي انت عايزاه، روح اشتري اللي انت عايزاه. ودلوقتي فعلا انا بقول لك اهو، تنزل الدكاكين ما تلاقيش حاجه تتلبس بالنسبه للنساء او بالنسبه للبنات بالذات، كله ايه؟ كله ثياب لا ترضي الله تعالى. طب تعمل ايه انت؟ ما تشغل الخياطه يا عم، اوعى توديها عند واحد زي عند ناس كده. بعض الناس يقول في ولد بيفصل نسائي حريمي، ايه ده؟ ما يروح ياخد المجاسات هو حضرته، ايه يا اخوان؟ وكده ايوه مكتوب كده ترزي حريمي، ترزي حريمي. ترضى ان بنت؟ ازاي الكلام ده؟ وازاي انك ترضى ان وليتك تذهب الى طبيب اسنان؟ طبيب اسنان ده من اخطر انواع الطب، احوال. يعني بعض الكرام قال طبيب الاسنان اخطر على المرأة من طبيب امراض النساء. يعني امراض النساء برضه خطورة، لكن هذا اخطر. طب العمل، ما احنا عندنا خلاص، ما انت كنت بتقول لما مين اللي هيعالج المرأة؟ خلاص يا عم، عندك بنات تفوقنا وخرجنا وتعلمنا، مع ان الحمد لله الكل عارف نظريتي في المسائل دي، انا بقولها لله. ابقينا الفتيات والبنات يتعلمن دينهن وقرآنهن وليصبرن، والله تعالى يزوجهن على النحو الشرعي. على النحو الشرعي، عارفين يعني ايه النحو الشرعي؟ على النحو الشرعي، على القسم على 3. اقل حاجة النهاردة القسمة تبقى على 3. اللي مش عاجبه اقول له خلاص تصرف، احسب لي كده عدد النساء على عدد الرجال ودي لكل واحد واحدة. الباقيات دول ولا مش هيبقى فيه باقيات؟ هيبقى فيه باقيات، هنعمل فيهم ايه دول؟ هنعمل فيهم يعني ما العمل معهن؟ لكن الفكر الأول الإسلام النقي الجميل، الإسلام الذي ما كان يعرف الحبيبة ولا العشيقة ولا الخليلة ولا الخدن إطلاقا. الخدن اللي هي متخذات أخدان لا صديق واحد، وأما المسافحات التي لها أصدقاء، ما كان يعرف ذلك الإسلام، ومنع محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، زوجات كريمات مباركات، إنما لا كل واحد ليه واحدة. وطبعا الواحدة ديت من جنس ما كان في الإعلام والتعليم هو ممنوع. احنا نصارى؟ احنا مش نصارى، احنا مسلمين. أحل الله لنا أن نعف هؤلاء النسوة، فلماذا يمنع دين الله عز وجل من أن يستقر فينا؟ لمصلحة من؟ أنا أعلم لمصلحة من. إنها إذا انتشرت الفاحشة في بلد وزيد عليها الربا أذن في دمارها، هم يعلمون ذلك فأكثروا ذلك فينا، أي الغرب والشرق. والأصل في أهل الإسلام أن يستفيقوا. الحمد لله خدنا الساعة يا ابني وزيادة، مش كده؟ دقيقتين. طيب الحمد لله رب العالمين. نتم بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله رب العالمين. أيضا في أي موضع درس ده يكمل بإذن الله في أي، مش مهم الشرط هنا، في أي موضع يوم الأربعاء عندكم بإذن الله عز وجل، إن أحيانا الله وأبقانا وأذن لنا إن شاء الله رب العالمين. نتم فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.